السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة بشرى في البيت. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. فيديو جديد غنبارطاجي معكم خبيزات معمرين بحشوه لذيذه وبدون لحوم غير بالخضر. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبتكم الوصفه ما تنسونيش من اللايك والبارطاج، وسجلوا عندكم هذه الوصفه غتحتاجوها في شهر رمضان. الله يدخلوا علينا وعليكم باش نتمناو. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. غنبداو بسم الله في المقادير ديال العجين. غنحتاجو جوج زلافات ديال الطحين ديال الفورص او 500 غرام، وغنحتاجو زلافه ديال الطحين ديال الفينو او بالعبار 250 غرام. غنحتاج واحد معلقه كبيره ديال خميره الخبز، شويه ديال الملحه والماء دافي باش غنجمعوا العجين، وتقدروا تضيفوا واحد المعلقه ديال العسل او تقدروا تعوضوها بالسكر سنيده. هنا الماء ما يكون سخون، ماء عادي دافي عادي. العجينه ما تكونش قاصحه كما غتلاحظوا معايا، العجينه كتبقى تلصق شويه في اليدين باش يجيو الخبيزات هكا هشاشين وخاوين من الداخل. بعد ما كنجمع العجينه كندهنها بشويه الزيت وكنغطيها وغندوزو نحضروا الحشوه. بالنسبه للحشوه كتبقى اختياريه، غير هاد الحشوه البنات راه كتجي لذيذه. هنا خديت البصله مع الفلفله الالوان، تقدروا تستعملوا حتى الفلفله الصفراء كتجي المذاق ديالها زوين وكيجيو الالوان زوينين في الحشوه. هنا غنخلي الحشوه حتى كتدبال مزيان، وغنضيف عليها هاد المكون اللي كيعطي واحد المذاق لي زوين. هي الشحمه ديال الكلوه ديال البقريه البنات، درتها في الفريغو حتى جمدات وحكيت منها غير كميه قليله 20 درهم، راه كيكون فيها بزاف. الشحمه ديال الكلوه البنات كتجي غزال ما كتضرك ما حتى حاجه. هنا درت جوج خايز زوات حكيتهم مع القزبر ومعدنوس، ودرت شويه ديال الملحه، وكندير واحد شويه ديال التحميره ومعلقه ديال الهريسه البنات. وحتى كطيب الحشوه عاد غنضيف الزعتر اللي كيعطي واحد النسمه زوينه. ضروري تدخلوه في الحشوات باش هكا ما يضروكمش وما تكونش ديك الحموضه فيهم، كيكون غير المذاق ديال الزعتر زوين. هنا درت شويه البزار، هادو هما التوابل اللي كنضيف. تقدروا تضيفوا التوابل اللي كتعجبكم البنات. انا في الخضره راه ما كنضيفش توابل بزاف باش يبقى المذاق ديال الخضره باين. بالنسبه للخرقوم بلدي وسكينجبير ما كنستغنى عليه هكا فاش كندير غير الحشوه بالخضره. هنا درت شويه الزعتر. بالنسبه للزعتر كناخذو كنقيه مزيان وكنديرو في واحد القريعه وكنبقى هكا نستعملو في الحشوات. بالخصوص جاي رمضان كنحتاجو هكا وصفات مالحين، كناخذو كميه ديال الزعتر كنقيها وكنديرها في واحد القريعه. بعد ما كطيب الحشوه البنات كتجي معلكه. هنا درت ليها واحد فروماج متلت هو اللي درته وخليته حتى بردات مزيان، وندوزو للعجينه بعد ما خمرات هبط الهواء اللي كيكون فيها، وغنشكلها خبيزات. نتوما الحجم كيبقى على حساب الاختيار ديالكم. انا البنات درتهم شويه كبارين وغير الكاميرا كتبينهم صغارين، راه غتشوفوا معايا باللي غيطيبوا. صراحه جاو مخيمرات ما نقولش لكم شهوه منهم. وقرصتهم بالطحين ديال الفينو وكنعمروهم كنديروا الحشوه البنات. كنحاول كنقرص غير الجناب والوسط كنخليه شويه غليظ باش ما تقربش لي العجينه. كنسدها كنفندها في الطحين ديال الفينو كما كتشوفوا معايا. وهنا نفندها في الفينو حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي. عاد كنبدا نطيب هكا في الاولى. وبالنسبه لي انا عندي المقله كبيره غتهز لي 3 راه دغيا كنطيبهم. ما كاملش نص ساعه كنوجدهم البنات بسرعه كيوجدوا هاد المخيمات. بالخصوص تكون عندك مقله كبيره. ان شاء الله باغا ناخذ مقله كبيره هذيك ديال الضوء ان شاء الله باذن الله في رمضان الكتاب غناخذها، هي اللي كتنفع هكا طيبه كميه في ساعه وتكوني مرتاحه. المهم اختي هنايا نسد المخيمره وكنفندها في الطحين ديال الفينو وكنخليها وغنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي، وندوزو نطيبوهم في المقله الوجديه المقله الثقيله البنات. هنا قربت لكم الكاميرا باش تشوفوا معايا كنسدهم. هنا راه كنقبط عليهم مزيان، والعجينه ما نستعملوا ليها لا زيت لا طحين باش هكا تسد معنا وما تحلش بعد ما كنبداو نطيبوا فيهم. كما شفتوا معايا في الاول راه كنشكلهم كويرات وما كنستعملش فيهم الزيت لا طحين لا والو باش هكا العجينه كانت خفيفه شويه وكتلصق كما واضحه البنات. كنسدهم على هذا الشكل وكنستمر حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي وندوز نطيبهم. خليكم مع الفيديو.
بعد ما كملت كاع الكميه كندوز نقرصهم. هنا كنقرصهم على حساب السمك اللي بغيتو، الا بغيتهم رقاقين راه تقرصوهم رقاقين، بغيتهم شويه هكا غلاضين راه تخليهم كما كتشوفوا، راه كيجيو خاويين من الداخل، ما كيجوش معجنين كما غتلاحظوا معايا في اخر الفيديو. هنا ندوزو نطيبوهم. بالنسبه لي انا غنطيبهم بلا زيت البنات في مقله عاديه، كيجيو ناشفين ما كيجوش مزيتين نهائيا. كنقرص بالثلاثه بثلاثه وكندوزو نطيبوهم، وكنديرهم في المقله عاديه، مقله ما ندهنوها لا بالزيت لا والو، غير كتسخن مزيان وكنبداو نطيبوا فيهم. غير كيبانوا يبداو كيتشمعوا شويه وكنقلبهم البنات. كنبقاو كل مره كنقلبوهم حتى كيتحمروا كما كتشوفوا معايا. هنا كل ساعه قلبوهم حتى كيتحمروا، ما تخليوش حتى كطيب عاد قلبوها. غير تبان لكم بدات كتحمر شويه كتقلبوها، كل مره تقلبيها حتى كتحمر وكيكون الشكل ديالهم غزال البنات. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى تعجبكم الوصفه وكنتمنى يعجبكم الفيديو كامل، وشكرا لكم على التتبع ديالكم. مهما وصلتي هنا اختي ولا خويا ولا ميمه، خلي لي واحد لايك والبارطاج فضلا وليس امرا. وهنا غنخليكم مع الفيديو باش تشوفوا الشكل النهائي. خليكم معي. بعد ما كملت كاع الكميه كان هذا هو الشكل النهائي. غنقطع معكم تشوفوا معايا المخيمرات كي كيجيو من الداخل، كيجيو خاوين شهوه منهم. قدموهم هكا كوجبه للعشاء ولا الكوتي، صراحه كيجيو زوينين، كيجيو ناشفين ما كيجوش مزيتين نهائيا. هنا غنقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو في الفيديو الجاي، تهلاو في روسكم.